والآن سأبين لك أيها الإمام، يا سفير الإمام، أيها المعصوم، أيها المهدي الأول، أيها القائم، والآن سأبين لك وللجميع لماذا فعلنا بك ذلك، أو لما فعلنا بك ذلك. فعلنا ذلك لإتمام الحجة، ذكرناها قبل قليل لكن سجلناها تحت التعليق. فعلنا ذلك لإتمام الحجة وتحقيق البرهان القاطع المبسط الواضح الجلي الذي يفهمه كل الناس مهما كان مستواهم الذهني. فأردنا أن نثبت للناس أنك لو كنت شخصا عاديا لست إماما ولا معصوما ولا أول الممهدين ولا رسول الإمام ولا ابن الإمام، بل كنت إنسانا عاديا من عامة الناس وسوادها، وقع عليك هذا الكم الهائل من الهتك والتسفيه والاستهزاء والسخرية والذلة، فصرت مظلوما المظلومية الكبرى العظمى الواسعة الشاملة الدائمة المستمرة منذ أكثر من 10 سنين. لا كان الله تعالى قد انتصر لك ولمظلوميتك واستجاب سبحانه وتعالى ولو لمرة واحدة لدعائك، فينزل بنا الخسف والمسخ والهلاك والحسبان من السماء أو العذاب الأليم. فكيف بالأمر إذا كنت ابن الإمام وسفير الإمام وأول الممهدين والإمام المعصوم، فالمظلومية ستكون أكبر وأعظم، وأن الظلم والجناية والجريمة منا تجاهك ستكون أفحش وأقبح وأفسد. وحاشا الله تعالى أن يتخلى عن عبده المطيع المعصوم ابن الإمام وسفيره واليماني وأول الممهدين والإمام، وتتضح وتتجلى الصورة أكثر وأكثر وأكثر عندما يتلازم كل ذلك مع كون دعوى المناظرة والمباهلة صدرت من أين؟ منه صدرت ابتداء، هو الذي دعا هذا، خبص الدنيا بهذا الأمر. وتتضح وتتجلى الصورة أكثر وأكثر وأكثر عندما يتلازم ذلك مع كون دعوى المناظرة والمباهلة صدرت منك، والتحدي صدر منك، والتهديد والوعيد بنزول الحسبان والعذاب علينا بدأ وصدر وتكرر منك إن لم يستجب لدعوتك ولمباهلتك. واعتبرته الدليل، وأعطى من قرأ البيانات قال إلى اليوم الفلاني، إلى الشهر الفلاني، إلى السنة الفلانية، واعتبرته الدليل القاطع والبرهان الساطع على إمامتك وعصمتك ودعاواك. أين الدليل؟ تعال يا ابن قاطع، تعال هنا، تعال حتى نتناظر، نتناقش، نتحاور ونتباهل ونتلاعن. أين أنت؟ لماذا فررت فرار العبيد؟ لماذا انهزمت هذه الهزيمة الذكراء؟ ومن هنا كان التحدي المقابل. الابتداء من أين بدأ؟ منك. والتحدي من أين بدأ؟ منك، ونحن أهل للتحدي. ومن هنا كان التحدي المقابل منا تجاهك وتجاه دعواك وتحدياتك وتهديداتك بالعذاب والحسبان والساعقة والخسف والدمار والمسخ وحر الحديد والنار.